عشان عاملاله كده هو صينية التقديم بتاعته. كانت معانا النهاردة وصفة الرومي أو الورك الرومي أو الفخدة الريستو. عملناها بطريقة سهلة جدا، مشوية في الفرن مع مجموعة خضار، البطاطس والجزر والطماطم. أتمنى الطريقة تعجبكم وتحوز على رضاكم. أشكركم جدا وتفضلوا معانا. يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا فخدة رومي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، رومي مشوي. الفخدة دهيت يعني من اللي هما الرومي البلدي الاسود، مش اللي هو الرومي بتاع المزارع اللي تلاقي الفخدة كبيرة جدا. هي فخدة يعني معقولة في الحجم. هنعملوها بطريقة سهلة جدا. معانا مكونات هنشوها بالخضار، شوية توابل بسيطة كده على خفيف. هتتعمل زي تتبيلة كده هوت من معلقة صلصة، معلقة زبادي، بيدي كده هوت طعم وتسكيرة. وان شاء الله الطريقة تعجبكم وطريقة بسيطة جدا. هوسع كده هوت على نفسي. اجيب البولة. اول حاجة هنزل بمعلقة زبادي، معانا معلقة صلصة، ومعايا هنا هو التوابل ملح وفلفل ورشة من الكركم، ورقاية كده هو من ورق اللورة اه او ورق الغار، ورشة من 7 توابل. طبعا معايا الكاميرا وومن صاحية. المستردة بتدي طعم حلو جدا في المشاوي. بقول اخليها دي كده على جنب كده، واحط حتة زبدة كده. طبعا في ناس ممكن تحط زيت، بس الزبدة بتدي طعم اغنى للفخدة. تمام. معايا طبعا هنا هو الخضار بتاعنا. قطعت بطاطس، شرايح طماطم، جزر، وانزل بالتتبيلة. اغلفها كلها بيها. طبعا دبس الرمان بيبقى ولا اروع في المشاوي. لو تقدري برضو تحطي من بين الجلد كده هوت. في ناس بتحط له بتحط تقعده مدة كبيرة، بس انا يا دوبك هستكفي كده. الصينية الخضار طبعا بياخد من نفس التتبيلة. زود حتة صلصة. التتبيلة دهيت بتبقى طعمها جدا. طبعا ايدينا نضيفة، انا ما بعرفش اشتغل بجوانتيات. تمام. هرفع الفخدة وهنزل بباقي الخضار. حابة تقعديها كده يعني فترة ساعة ولا حاجة، او لو مش مستعجلة زينا على طول على الفرن. كم فص كده هو التوم، يعني فصين ومقطعاه انصاف.
بيدي طعم للخضار حلو، وبيطلع برضو طعم على الفخدة الرومي، بتبقى حلوة جدا. هغلفها طبعا بورقة زبدة أصح. أكلفتها كويس جدا علشان خاطر ما يطلعش منها أي بخار. طبعا كده هو أكلة محكمة جدا، يعني مفيش الهوا. مش مشاكل، عشان ما ياخدش معانا وقت في التسوية، يقعد كده هو حوالي ساعة، ساعة وربع نكشف عليه، بين ساعة لساعة وربع نكشف عليه. قعد بتاع ساعة وربع وكشفت عليه. طبعا طالما العظم كده هو بان، يبقى كده هو دخل في السوا. طلعت كده هو معانا كده الفخدة الرومي، لسه الصينية مشكشكة واللون ولا اروع. طبعا عشان عاملاله كده هو صينية التقديم بتاعته. كانت معانا النهاردة وصفة الرومي او الورك الرومي او الفخدة الريستو. عملناها بطريقة سهلة جدا، مشوية في الفرن مع مجموعة خضار، البطاطس والجزر والطماطم. اتمنى الطريقة تعجبكم وتحوز على رضاكم. اشكركم جدا وتفضلوا معانا.